عينيك بتقول حاجات كتير، جواها زحمة كبيرة، حاجات متشابكة وألوان مختلطة. يا ترى نظرتك دي لكل اللي حواليك ولا ليا أنا بس؟ والله العظيم يعز علي أشوفك كده، بس ما باليد حيلة. أنا نفسي بس لو في حاجة وجعاك، حاجة خاصة بيا، تقولها لي. أنا هكون متفهمة قوي، بس يا ريت أنت افهم إنك ما ينفعش تفضل معاقب نفسك كده بحاجة ملكش يد فيها. أنا واحد في المالتيفيرس كله، وده لأني عندي قدرات تخليني أتنقل بين العوالم طبيعي. فالعادي إن كل كون ليه أحداثه وأزمنته وشخصياته، لكن أنا شخصية كل الأكوان، واللي بره ده أنا من الماضي اللي من فترة مش كبيرة. والكروس أوفر اللي حصل ده معناه إن الكون بتاعك مهدد بالزوال. من ساعتها اتولدت جوه فكرة البطل الخارق، وفكرة إن في قوة كونية بتحميه أو كائن مجهول يعني، لحد ما عمل الهبل اللي عمله يوم النار وأنقذ الناس فعلا. تمام، الدنيا مشيت زي الفل. طيب كويس، كانت فين المشكلة بقى؟ لما كان كل واحد منهم عرف اللي ليه واللي عليه. أنا مش شايف مشكلة. كان اللي راح السعودية عرف عرقه راح فين، واللي قعد في مصر حمد ربه على اللي صار. حتى الآن كده مفيش أي حاجة مش طبيعية. النسيج الزمكاني عامل زي نسيج القماش، نسيج على بعضه، بس كل فتلة مسار، كل فتلة كون موازي. احنا هنا في الكون 112، وللأسف عالمنا أحد العوالم المتشعبة من العوالم الأساسية، وكمان في عوالم متشعبة من عالمنا ده. بنخرق النسيج الزمكاني ومش عارفين هنعمل ده كام مرة تاني قبل ما الآلة تتشتت أو الأدهى إنها تختفي لوجهة غير معلومة. أنا لست في سباق لأكسبه. أنا هنا لأصحح أخطاء الكيانات الكونية التي لم يكن لديها الجرأة لتصححها. في إن فيا جزء مش مقتنع باللي بنعمله ده، ما نموت وخلاص بقى. مستعد عشان أكون حسين. أنا كل اللي ممكن يكون مختلف بيننا يا حسين هو إنك فقدت أبوك وكنت هتموت عليه، وده حقك طبعا. إنما أنا بقى فقدت أبويا وأمي وحبيبتي وصاحبي والكون كله، ومع ذلك حامد وشاكر جدا لأن بيننا ميعاد. فاهم قصدي؟ رحل الحبيب ليتركنا للدنيا نتخبط فيها كمن يتخبطه الشيطان من المس. مجدي يخرج من منزلي وينظر إلى النافذة، ثم يسدل على عيونه تلك النظارة السوداء. فجأة يبدأ الصراخ: لك الله يا أمي، أنت وأخوتي. فأصبح الفقد فقدان. دمتم لي خير كل شيء، والآن حان الوقت لآخذ قيلولة كنت انتظرها لدهر. يا إلهي، يكون الموت بتلك البساطة؟ سأتركه، ولكن بعد أن أفصل رأسه عن جسده